ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الوصفة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. عايزين نوصل 500 مشترك قبل رمضان. يلا بينا بقى. هنعمل النهاردة بما اننا في موسم البرتقال، هنعمل مربى جزر بالبرتقال خطيرة جدا ومقاديرها بسيطة خالص ومش مكلفة. اول حاجه معانا كيلو من الجزر، غسلناه كويس وبالسكينه كده اول ما قشرها شلنا الطبقه الخارجيه اللي عليه بشرنا كل الكميه بالجزء الرفيع او اللي هيخلي لنا الجزره البشر بتاعها يبقى رفيع خالص كده، عشان كمان لما ناكله وتكون الوصفه جهزت معانا يكون البشر كده بسيط ما يبقاش باين قوي. وبعد ما نبشر الكيلو الجزر كله هنحط عليه كوبايتين من السكر. ومش هتبقى مظبوطه معاكي لا مسكره ولا دلع، وعلى حسب برضو حبك للسكر. وهنقلبهم كويس بقى في السكر بتاعهم ونسيبهم منقوعين ممكن اليوم كامل، يعني هنسيبها من بالليل للصبح لتاني يوم، او نسيبها حوالي 10 ساعات كده 6 ساعات. بعد كده هنكون بعد ما نكون خلاص عدى عليها الوقت اللي احنا قلناه، هنجيب عصارة البرتقال ونعصر فيها حوالي كوباية من عصير البرتقال. ما عندكيش عصارة البرتقال اضربيه في الخلاط وصفيه كويس قوي من القشر اللي فيه من غير لا ميه ولا سكر. بعد كده ده شكل الجزر بعد ما سبناه هتلاقيه نزل شوية من المية بتاعته. هننزل عليه بقى بكوباية من عصيرة البرتقال اللي احنا عصرناه سوا، وهنقلبهم كويس مع بعض. بعد كده هننزل عليه بكوباية الا ربع من المية او كوباية. بعد كده هنقلبهم على حسب برضو الكوبايه اللي انت هتستعمليها، وهنقلبهم كويس مع بعض ونحطه على النار بقى على نار هاديه جدا، ونسيبها ما نقلبهاش كتير حوالي بقى ساعتين. وبعد كده هنجيب عصرة ليمونتين كبار او 3 صغيرين ونعصرهم في الكوبايه ونحطها عليه. بعد كده نسيبه يغلي برضو شويه، وبعد كده تكون خلصت معانا. عايزه اقولك سهله وسريعه وجميله قوي. ومعلومه مهمه كمان، لما تحطي المربى على النار ما تغطيهاش خالص عشان ما تفرش معانا. ولو عملت ريم شيليه. بعد كده هي بقى شكلها معانا بقت متماسكه جميله وحلوه قوي ومظبوطه، لا مسكره ولا دلعه، خطيره. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ومتنسوش تشتركوا في القناه ولايك. وعايزين نوصل ل 500 مشترك قبل رمضان. يلا نتقابل في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.